وفي أحد الأيام بعد صلاة العشاء بالمسجد النبوي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر سؤال وقال له: يا أبا ذر، كيف أنت إذا أدركت أمراء يستأثرون بالفيء؟ بمعنى لو حكام بيجمعوا الأموال لنفسهم والمسلمين حواليهم فقراء. فرد سيدنا أبو ذر وقال: إذا والذي بعثك بالحق لأضربن بسيفي. فقال له سيدنا رسول الله: أفأدلك على خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني. ودي كانت أهم نصيحة قالها سيدنا رسول الله لأبا ذر، لأنه كان عارف إن أبا ذر شخص عصبي وغيور على الدين جدا وما بيستحملش يشوف حاجة غلط، فكانت أهم نصيحة ليه هي الصبر. وفي السنة التاسعة من الهجرة كان المسلمين على موعد مع غزوة تبوك، وتخلف مسلمين كتير عن الخروج للجهاد لأسباب مختلفة، ولكن تخلف أبو ذر هو اللي كان غريب، فهو دايما في الصفوف الأولى في الجهاد. وقبل تحرك الجيش للغزوة بلحظات بيظهر أبا ذر في وسط الصحراء ماشي على رجليه، ولما سألوا الصحابة ليه ماشي على رجليه أجاب إن الجمل بتاعه مات في الصحراء وهو جاي في الطريق. ولما شافوا رسول الله ابتسم وقال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وتدور الأيام وبيموت سيدنا رسول الله، ومن بعده سيدنا أبو بكر، ومن بعده سيدنا عمر، إلى أن يصبح الخليفة سيدنا عثمان بن عفان. ويحصل اللي قاله سيدنا محمد لأبا ذر، وهو إن في أمراء مش هيهتموا إلا بنفسهم ويسيبوا المسلمين فقراء. ويبدأ أبا ذر الجهاد في وجه الأمراء دول بالجهاد بالكلمة الطيبة، سواء للأمراء أو بين عموم الناس. فبيوصل أمر أبا ذر لخليفة المسلمين سيدنا عثمان، فبيبعت لسيدنا أبا ذر بإنه يرجع إلى المدينة. وكان سيدنا عثمان خايف إن تحصل فتنة في دولة الإسلام، فبيعرض على أبا ذر إنه يفضل جنبه في المدينة يساعده في أمور الحكم بدلا من معارضة الولاة. فبيرفض أبا ذر طلب سيدنا عثمان ويطلب منه إنه يسمح له بالإقامة بمدينة الربزة القريبة من المدينة المنورة. وتمر السنين وتأتي آخر لحظات أبا ذر الغفاري وهو وزوجته في صحراء الربزة وهي بتبكي، فبيسألها عن سبب بكاها والموت حق، فأجابت لأنه بيموت وما عندهاش ثوب ينفع يكون كفن ليه. فيرد عليها سيدنا أبا ذر: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر من أصحابه يقول: ليموتن رجل منكم بفلاه في الأرض تشهده عصابة من المؤمنين، وكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة ولم يبق منهم سواي، وها أنا ذا بالفلاه أموت، فراقب الطريق فستطلع علينا عصابة من المؤمنين، فإني والله ما كذبت ولا كذبت. وبتصعد روح أبا ذر لله عز وجل، وفعلا بعد موته بوقت بسيط جدا بتعدي قافلة في الصحراء وعلى رأسها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فبيشوفوا جسد ممتد على الأرض وجنبه سيدة بتبكي، فبيتجهوا ناحيته، وأول ما بيشوفوه يعرفوا إنه سيدنا أبا ذر الغفاري. بيبكي سيدنا عبد الله بن مسعود ويقول: صدق رسول الله، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. رحمك الله يا أبا ذر.